فانا دايما لما حد يجي يقول لي انا عايز اشتري كاميرا من بره اقول له والله العظيم مصر ارخص. متخيل ان اللي هيحصل ايه؟ ان واحد عايش في امريكا وواحد صاحبه جاي من مصر يقول له هات لي معاك موبايل. ازيكم؟ اول لما تعرف ان واحد صاحبك نازل من بره مخك باي ديفولت كده بيعمل ايه؟ بيفكر ايه الحاجات اللي الراجل ده ممكن يجيبها لك من بره فهيكون سعرها اقل، فانت تحس بايه؟ لذة الانتصار. فللاسف في 2022 اللي احنا فيها النهارده دي انا عايز اقول لكم ان تقريبا 90% من الحاجات اللي موجوده بره هي اغلى من الحاجات اللي موجوده في مصر. بالدليل انا جاي النهارده نتكلم نرغي كده شويه، وعايز اقول لكم ان العالم اختلف عن زمان، وان فعلا في حاجات كتيره جدا في مصر انت لو اشتريتها من مصر ورحت بعتها في امريكا تكسب، لو اشتريتها في مصر ورحت بعتها في السعوديه تكسب، اشتريتها في مصر ورحت بعتها في الامارات تكسب. احنا بقينا ملوك الدنيا بس بشكل مختلف. خلينا اشرح لكم النهارده حاجتين مهمين قوي. اول حاجه عايز اتكلم فيها وهي فكره التسعير. الشركات يعني مش هنتكلم دلوقتي على فكره الدول والكلام ده، ولكن الشركات دايما لما كانت بتيجي تاخد قرار في منتج معين تقول لك والله احنا عايزين نعمل للمنتج ده اول ما هينزلوه السوق حاجه اسمها برايس بوزيشننج. ايه البرايس بوزيشننج ده؟ يعني احنا النهارده سي الماوس ده نازل مصر، اوكي، هنسعره بكام؟ احنا خلاص خلينا نقول تكلفته مثلا 50 جنيه، فيجي يقول لك والله مصر دي بلد فيها جمارك وفيها ضرايب وفيها شحن، وهي بلد بعيده جدا عن بلد المنشأ، فاحنا تقريبا هندفع على ال 50 جنيه دي 25%. فانتوا تحبوا تسعروه بكام؟ يقول لك والله احنا ممكن نسعره ب 100 جنيه. حلو كده؟ طيب بلد تانية يقول لك والله احنا الناس ممكن تشتري الماوس ده ب 150 جنيه، يعني انا بقول لك طبعا يعني مع توحيد العمله 150 جنيه، وتلاقيه في بلد ثالثه ب 200 جنيه. يعني الشركه نفسها تقدر انها تيجي على نفسها شويه في البلدان اللي هي فيها جمارك وضرائب عاليه، وتقدر انها تكسب اكتر من البلدان اللي ما فيهاش جمارك وضرائب عاليه. حلو كده؟ الشركات بتقدر انها تغير سعرها. اوعى تفتكر ان سعر الحاجه ثابت في العالم كله، اوعى تفتكر الموضوع ده، واوعى تفتكر ان في فرز اول وفرز تاني وفرز تالت. بقاش، خلاص ما بقاش. يعني فكره النهارده ان يطلع فرز اول وفرز تاني وفرز تالت، ما بقتش الشركات تعمل كده، لان بقى في ستاندردز وبقى في كواليتي وبقى العالم مفتوح اكتر، وبقينا بنشوف حاجات بعض، يعني بنشوف الاجهزه بتاعت بعض، فما بقاش فيه الكلام ده كله. ولكن بقى في فعلا تسعير مختلف لكل بلد بناء على ظروفها الاقتصاديه. فكتير جدا من الحاجات، على فكره انا كنت بتناقش في الموضوع ده مع برهام من شويه، وقعدت فتحت لها شويه برودكتس معينه، وبما اني بشتغل في الكاميرات فانا دايما لما حد يجي يقول لي انا عايز اشتري كاميرا من بره اقول له والله العظيم مصر ارخص. انا عايز اقول لكم اقسم بالله مصر من ارخص البلدان في العالم في شراء الكاميرات. هوريكم الموضوع ده دلوقتي. انا عايز اقول لكم برضو ان لو انت هتشتري موبايل والموبايل ده ليه براند قوي في مصر مثلا زي سامسونج كده اهو، هتلاقي ان سعره ارخص من امريكا والله، وهنشوف برضو. عايز اقول لكم ان حضرتك لو هتشتري، لو احنا ابل ستور فتح في مصر، انت هتشتري ابل بسعره الرسمي زي ما بيباع في امريكا، زي ما بيباع في دبي، زي ما بيباع في كل حاجه، والشركه هتشيل هي بقى فروقات الشحن والجمارك والضرايب والكلام ده، لان هي ملزمه انها يبقى ليها سعر موحد في العالم كله. عارفين الكلام ده؟ فاللي بيحصل ان هي بتعمل برايس بوزيشننج، وبالتالي بتنزله في كل دوله بايه؟ بسعر مختلف. طيب بما ان مصر عندها انفليشن، عندها تضخم، وعندها سعر العمله بتاعها مش مستقر، وعندها متوسط الدخل بتاعها قليل، وعندها مشاكل كتيره جدا، فاحنا تقريبا بنصعب على كل الشركات. وعلى فكره احنا يعني مجتمع استهلاكي كبير، يعني احنا ماركت كبير قوي، فانت عندك ماركت كبير قوي استهلاكي يقدر ياخد البرودكتس بتاعتك ويشتري منك البرودكتس بتاعتك، ولكن مش قادرين يدفعوا الثمن العالي اللي انت عايزه للبرودكت. فانت لازم تيجي على نفسك، عشان مثلا عندك 14% ضرايب، وعندك مثلا من 10 ل 15 ولا 20% جمارك، وعندك فانت هتلاقي اصلا ان اي سعر انت بتحطه بيتحط عليه مثلا 25% ل 30%، ده كده. فانت لو حطيت سعر عالي وحطيت عليه 30% انت مش هتبيع يا معلم، وعندك 100 مليون بني ادم، 102 مليون بني ادم. فبقت الشركات تيجي على مكسبها، تيجي على سعرها شويه، تحاول على قدر الامكان انها تقلل سعرها بحيث ان السعر يبقى كومبيتيتيف مع السوق وينزل ينافس مع بعض. عشان كده الشركات الصينيه لما دخلت بقوه جدا. ليه؟ لان هو في الاول والاخر سوق استهلاكي كبير قوي، اديله فاليو عاليه بسعر قليل الناس هتشتري. فبقت الشركات كلها تخسر. ممكن اقول لكم مثلا حاجه، سامسونج بتخسر في مصر عن امريكا. يعني سامسونج بتكسب في امريكا اكتر من مصر، بلاش بتخسر في مصر دي، بتكسب في امريكا اكتر من مصر. ليه؟ لان في امريكا هو قادر، مستوى الدخل اعلى شويه، فقادر يكسب، قادر يحط البرايس اللي هو عايزه. في مصر لازم يجي على نفسه ويعمل مثلا ديسكاونت شويه من سعره 30% عشان لما يتحط الجمارك والضرايب يبقى سعر الموبايل مقبول الناس تشتريه. انا بتكلم على الشركات اللي قادره تكنترول، مش الناس مثلا اللي بتجيب حاجه من بره وتروح مزوده عليها وهكذا. طيب
انا النهارده لو اشتريت اي حاجه من امازون امريكا او من امازون اليابان او اي حد من الناس اللي بتبعت لي، في ناس كتير جدا بتبعت لي عايزه تشتري من بره، انا عايز اقول لكم الشراء من بره دايما اغلى من مصر. عمرك ما هتلاقي حاجه هتشتريها من بره هتوفر خالص عن مصر. امال احنا بنشتري من بره ليه؟ انا دايما بشتري حاجات من بره هي مش موجوده في مصر وببقى عارف انها اغلى، يعني لو اتوجدت في مصر عن طريق شركتها او عن طريق تجار او عن اي حد هتبقى ارخص من كده. خليني اوريكم شويه مقارنات كده والصراحه، وهي حاجات هتضحكنا بشكل كبير جدا. اوكي تعالي معايا بس معلش يا برهان، احنا كنا لسه بنتكلم فاتحين امازون مصر وامازون امريكا. اوكي انا عايز اقول لكم مثلا دي كاميرا، بما اني زي ما قلت لكم شغال في الكاميرات، فاحنا دي الكاميرا دي سعرها كام في مصر؟ كانون 2000 دي، خلينا نكتب معلش يا برهان كده 2000 دي سعرها في اي جي بي اهي بالجنيه المصري في مصر سعرها 7700 جنيه. خلاص تعالوا نروح على امازون امريكا ونقول احنا بقى جامدين، واحد صاحبنا جاي من بره هيشتري لنا الكاميرا اللي هي ال 2000 دي كانون. اوكي انت عارف هيشتريها بكام؟ اهي الكاميرا اهي سعرها كام يا معلم؟ 450 دولار. خلينا نقول ان الدولار ب 20 يعني متوسط 20، وان الراجل هينزل يشتريها بنفسه مش هندفع عليها شحن ولا جمارك ولا ضرايب ولا اي حاجه. 450 دولار يعني احنا بنتكلم في قد ايه؟ اللي هو ب 20 في امريكا اهو يو اس دي ب 450 دولار اللي هي ويتشز 9000 جنيه. يعني لو انا اشتريت الكاميرا دي من مصر ب 7700 ورحت رايح بيعها في امريكا هكسب. والله هتقول لي انا معايا شويه اكسسوار، الاكسسوار اللي معايا ب 50 جنيه 100 جنيه ماكسيموم، يعني ما فيش كارت ومنفخ وبتاع. انا بقول لك شغال في الكاميرات وعارف ان لو حضرتك نزلت لميت كل الكاميرات اللي موجوده في مصر ورحت سافرت بيها امريكا عشان تبيع، انا عايز اقول لكم كمان ان ال 7700 دي انكلودد ايه؟ ال 14% فات. يعني احنا بنتكلم لو قلنا 10% فات فانت بتتكلم ان سعرها تقريبا 6800 جنيه قبل الضريبه. طيب هي لو صاحبك نزل اشترى لك من هناك ب 9000 جنيه. طب لو انت طلبتها من امازون وعملت صايع بقى وعايز تجيب الكاميرا دي من بره، لان الكاميرات من بره ارخص من جوه، هتدفع عليها شحن وضرايب كام؟ شحن وجمارك وبتاع 300 دولار، وهي ب 450 فاحنا بنتكلم في 750 دولار، يعني بنتكلم في 15000 جنيه. حضرتك هتنزل تشتريها من امازون في مصر ب 7700 جنيه. كلامي صح؟ ففي الاخر ما بقاش يا اخوانا زي زمان، ما بقاش فكره ان هو ايه هات لي معاك حاجه من بره، ما بقاش في حاجه ارخص، والله ما بقاش في حاجه ارخص. الحاجات اللي فعلا ارخص من هنا هي الشركات اللي مش متواجده. فاللي بيحصل ان في ناس بتروح تشتري من بره حاجه وتزود عليها بلس 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 وتلاقي سعرها عالي، زي مثلا ابل مثلا. ما هي ابل مشكلتها انها الشركه نفسها مش موجوده في مصر، فاللي بيحصل ايه ان هم بيروحوا يشتروها من بره. عشان كده كان طالع الهوجه بتاعت الابل وسعره وبتاع، وان انت تسافر دبي تشتريه وبتاع. هو الناس بتعمل كده، بتطلع تشتريه من بره من الابل ستور من الشركه نفسها ب 1000 دولار 1100 دولار، ويجي هنا اهو بال 1100 دولار. هو خلاص اشتراه ب 1100 دولار او واحد صاحبه جابه له او ايا كان، طبعا ما دفعش عليه ضرايب ولا جمارك ولا اي حاجه، ودي مش حاجه صح. اوكي ولكن الشركه اللي تبقى موجوده هنا او الوكيل او المحلات بتبقى عامله ايه؟ لو هي تستورده بشكل رسمي هتدفع عليه كل الحاجات دي، فهتلاقي ان سعره هنا اهو 50000 جنيه 60000 جنيه. ما هو ده اللي بيحصل لان الشركه نفسها مش متواجده في مصر. على فكره احنا دخلنا دورنا على حاجات كتير، دخلنا دورنا على حاجات كتيره جدا. هتلاقوا احنا دخلنا دورنا على ايه تاني يا بريان؟ مثلا من الحاجات برضو قعدنا نلعب كده اتش دي كاميرا بلاي ستيشن 5. انا عندي بلاي ستيشن 5 وعايز اجيب اتش دي كاميرا، سعرها كام في مصر؟ 850 جنيه. خلاص تعالى يا معلم كده اهو نخش على امازون امريكا. فين امازون امريكا؟ اهو ادي امازون امريكا، وهنكتب ايه؟ اتش دي كاميرا بلاي ستيشن 5 بي اس 5 بي اس 5. سعرها كام يا معلم؟ سعرها كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهي تقريبا ب 60 دولار. 60 دولار يعني كام؟ لو ضربنا في 20 ب 1200 جنيه. اشتري يا معلم كل اللوت اللي ب 850 وروحوا بيعوا في امريكا، والله فرق 400 جنيه او 350 جنيه. وانا بقول لك ده هناك في بلده في ارضه ب 1200 وفي مصر ب 850. فانا متخيل ان اللي هيحصل ايه؟ ان واحد عايش في امريكا وواحد صاحبه جاي من مصر يقول له هات لي معاك موبايل، هات لي معاك الكترونكس، هات لي معاك حاجه. ليه؟ لان السعر اقل. الدنيا خربانه خالص. اوكي طيب امتى تاني نشتري من بره؟ امتى لو حد جاي من بره يشتري لنا حاجه؟ هي الحاجات اللي مش موجوده في مصر، اللي مش هنعرف نجيبها في مصر. ولازم تبقى عارف ان اي حاجه بره مصر هي اغلى من مصر من الاخر. اوكي لو الشركه موجوده في مصر بتظبط اسعارها، لو الشركه مش موجوده في مصر ممكن تلاقي حاجات من بره سعرها اقل، لان هي في الاول والاخر بيبقى مدفوع عليها بلس كتير، فبالتالي سعرها بقى اعلى. اتمنى تكون الناس فهمت الفكره دي وما بقاش خلاص زي زمان ان حد صاحبك نازل من دبي تطلب منه حاجه ولا نازل من امريكا تطلب منه حاجه. ناس كتير قوي بتيجي تشتري حاجات او تشتري بنبيع بقى مثلا كاميرات ولا حاجه، يقول لي طب لو جبتها من امريكا، اقول له هتدفع لها شحن وجمارك وضرايب والكلام ده كله وسعرها يبقى اعلى. طب لو واحد صاحبي جاي هتقدر صاحبك وهتشيله ممكن تجبركه في المطار وسعرها يبقى اعلى، في كل الاحوال اعلى.
جامد ولا مش جامد؟ جامد.